في يوم ما طلعتلوش شمس، عرفت فيه إن جوزي عمل علاقة مع مرات أخويا. المصيبة إن أنا معرفتش أتكلم ولا أنطق ولا أقول أي حاجة، واللي عمله فيا بقى هو السبب اللي خلاني من إيد ده لإيد ده. أهلا بكم معايا في حكاية وقصة جديدة. أنا اسمي نهى. طول حياتي وأنا عايشة في حالي، لا ليا دعوة بحد، ولا بتكلم مع حد، ولا بتدخل في حياة حد. كل أملي في الدنيا طبعا بعد أبويا وأمي ما مشيوا وسابونا لوحدنا أنا وأخويا، إن إحنا نعيش مرتاحين ومستورين. ربنا كان كرمنا، يعني على الأقل كان عندنا بيت ونعيش فيه. أبويا كان سايب لنا بيت على دورين، وطبعا كان المفروض إن شقة بتاعت أبويا وأمي والشقة التانية لأخويا هيتجوز فيها. بس لما هما الاتنين ماتوا، أخويا ميل عليا وقال لي بصي، انتي حبيبتي ملكيش غيري في الدنيا، لازم نفضل مع بعض. يوم ما ابن الحلال هيجيلك هيخليكي تتجوزي معايا في نفس البيت، ويبقى كل واحد فينا عنده شقة، وربنا يا رب يكرمك ويرضيكي، ونعيش عيلة مع بعض ومبسوطين ومرتاحين وكويسين. قلت له ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب، بس لما يجي صاحب النصيب. ساعتها انا اتعرفت على محمد، ومحمد ده كان شاب كويس وكان شغال مندوب مبيعات في الملابس وكده، وكان عارف تجار كتير وكان بيشتغل كويس جدا جدا قبل الجواز. جه واتقدم لي وطلب ايدي من اخويا، وانا كنت عرفته اكتر من مرة، يعني لما كان بيجي في المنطقة للمحلات بتاعة الملابس اللي هو كان بيوزعها وبيوزع عليها الشغل، شافني مرة في التانية، وبعدين سأل عليا وجي واتقدم لي. انا ما كنتش اعرفه. ساعتها كان اخويا لسه عريس جديد يا دوبك متجوز، واخويا فرح قوي ان انا جالي عريس وان انا كمان هتجوز، واحنا الاتنين هنتجوز ورا بعض، لأنه هو كان صعبان عليه إن أنا أفضل قاعدة لوحدي. أخويا ومراته كانوا قاعدين في شقة وأنا كنت ببات في الشقة التانية، بس كنت بقضي الأكل والشرب معاهم. فبعد كده أنا فرحت بقى إن حياتي هتبقى خاصة زي بالظبط مرات أخويا وأخويا. وفعلا أخويا راح وكلم محمد وقال له أنا عارف إن أنت برضو شاب وكده، وإن إحنا مش عايزين منك شقة، وضب الشقة دي وعيش فيها، بس جيب الكماليات كده، وأنا مش عايزك تطول في الجواز. طبعا دي كانت فرصة ان محمد يستفاد، والصراحة برضه هو كان كويس معايا قوي. اتخطبنا واتجوزنا في خلال وقت قليل جدا. امي كانت جايبالي اصلا اغلب الجهاز بتاعي لان ما كانش عندها بنات غيري. انا كنت كل فترة تجيب لي شوية حاجات وتشيلها لي، وعلشان كده انا كان جهازي كامل. اتجوزت بقى وحمدت ربنا ان ربنا كرمني بزوج بالسرعة دي، علشان ما افضلش برضه كده قاعدة لوحدي. وقلت ده يمكن دعاء أهلنا إن أنا أتجوز. والحمد لله محمد كان طيب وحنين أوي أوي، ومن الأول وأنا عايشة معاه في سعادة وهنا. أخويا ومراته هما كمان زي السمنة على العسل. بس مع الوقت ابتدت تظهر معايا مشكلة، إن أنا كان نفسي ومنى عيني أخلف حتة عيل بسرعة علشان يسليني وياخد بحسي، رغم إن أخويا ومراته كانوا متجوزين قبل مني بس ما كانش في دماغهم الموضوع ده. انا بقى كنت حاطه الموضوع ده في دماغي، وبقيت بعمل كل الشقلباظات والحاجات علشان الخلفه. محمد اخد باله وقال لي مالك يا بنتي، انتي متغيره ليه كده؟ قلت لا مفيش حاجه عادي. بعد قال لي لا مش عادي، مالك؟ كل يوم والتاني لابسه و... ورقم شكل كده وكأنك كده، انتي مالك فيكي ايه؟ مش مظبوطه ليه؟ قلت له لا، ما تفهمنيش غلط، انا بس نفسي في حته عيل. قال لي يا اختي ومستعجله على هم ليه؟ ما الهم جاي جاي والمصاريف جاية جاية، اهو خلينا نثبت نفسنا شوية وبعد كده ربنا يسهل. قلت له طب انت هيخس عليك ايه يعني لما يجيلك حتة عيل؟ قال لي يا ستي ولا حاجة، اعملي اللي عايزاه، بس انا عن نفسي بفكر في الشغل، علشان كده بفكر ان انا اجيب محل وربنا يكرمني وافرشه، وبعد كده ان شاء الله الدنيا هتتفتح معايا وهنبقى اغنية وهنتدغدغ كده. قلت له طب وانت معاك؟ قال لي يعني معايا مبلغ صغير كده يكفي ان انا اجيب محل ايجار.
بس مش هعرف افرشه. بس انا طبعا بحكم شغلي انا عارف كويس قوي ان معظم الناس بتاخد بضاعة بالاجر، يعني ما انا كنت بنزل شغل وعارف يعني ناخد ونبيع وندفع وناخد ونبيع ونسدد وهكذا. فانا بخطط كده في دماغي علشان ابقى حر نفسي واشتغل شغل حر مش عند الناس. وقتها طبعا انا فرحت قوي برضو لان ده هيعم عليا. بعدها بيومين كنا قاعدين كلنا سوا مع بعض، انا واخويا ومحمد ومرات اخويا. المهم ان اخويا ومحمد قعدوا يتكلموا مع بعض، فمحمد فتح طريقة في الكلام كده ساعتها على الموضوع ده. فمرات اخويا كانت بتبصله كده بفرحة وقالت له: شايف محمد بيشغل دماغه ازاي؟ مش زيك. انا عايزاك تفكر انت كمان كده، لان ايه لو دلوقتي معاك بكرة مش هيبقى معاك، واحنا عايزين نظبط نفسنا. فاخويا قال لها: والله العظيم يا محمد برضو انت جبت لي برضو فكرة ان انا اشتغل انا كمان وابقى حر نفسي، بس الموضوع ده عايز شوية تفكير. اخويا كان معاه اللي هو يقدر يعمل بيه كده، بس كان ايه، هو مهتم بحاجات تانية خالص، وبيني وبينكم الشراكة مش حلوة. فساعتها محمد قال له: ربنا ييسر لك الحال. وانا خلاص بدأت ان انا انفذ مشروعي. بس اليوم ده كان قلبي مش مطمن لشوية نظرات من مرات اخويا، رغم ان هي طول عمرها من ساعة ما عرفتها قبل ما يتجوزوا البنت محترمة وهادية وكويسة قوي. المهم انا ركزت بقى وكل تركيزي في الخلفة، وبقيت كل شوية رايحة جاية عند الدكتور واللي تقولي وصفة اروح لها، لدرجة ان كان في واحدة بتقولي على اوضاع معينة اعملها علشان الخلفة. جوزي كان بيقعد يتريق عليا لما كنت اطلب منه الحاجات دي علشان خاطر الخلفة، ويقولي: والله العظيم انت دماغك هتبوظك، وركزي معايا شوية وسيبك من الكلام الفاضي ده، يا ست سيبيها على الله لما يجي وقتها. وانا اقول له: ابدا، انا عايزه اخلف، يعني عايزه اخلف، انا عايزه يبقى عندي حته عيل اتسلى بيه. وهو غرقان في شغله وانا غرقت في موضوع الخلفه ده. عدت اوقات كتير وما كنتش فعلا بركز معاه، لحد لما جت واحده جارتي لقيتها بتقولي: بقولك ايه، هو جوزك ومرات اخوكي قرايب؟ قلت لها: ليه قرايب ليه يعني؟ قالت لي: مش عارفه، انا بقى بشوفهم كده يا اختي بيتكلموا مع بعض وعلى طول بتبقي واقفة في البلكونة وجوزك ماشي، ولا جاي في حسه كده ان في لينك كده بينهم. قلت لها: لينك ايه يا اختي؟ ما تتكلمي عدل شوية. قالت لي: والله انا بقولك يا حبيبتي اللي فيها وانتي حرة، انا ملاحظة عليهم نظرات غريبة، ففكرت ان هم قرايب يعني وعارفين بعض، وده عشان ما بينهم من زمان. قلت لها: لا، ما يعرفوش بعض ولا عمرهم شافوا بعض، انتي ناسية ان جوزي كان بيجي هنا عشان المحلات بتاعة الملابس وجيراننا دول كانوا بيشتروا منه. قالت لي: معرفش. فتحت عيني بقى، ركزت قوي وخدت بالي، وافتكرت ساعتها ان جوزي اوقات كتير ما بلاقيهوش، وبعد كده اقعد ادور عليه والاقيه نازل جري من فوق، ولما اقوله: انت كنت بتعمل ايه فوق؟ يقولي: كنت على السطح. تعمل ايه على السطوح؟ يقولي: بشرب سيجارتين في الهوا. وانا ما خدش في بالي وما ركزت. بعدين قلت: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الناس دي بلاوي، هيخلوني اشيل من اخويا ومن مراته على ايه يعني؟ يخرب بيوتكم. واكبر دماغي تاني. ساعتها جوزي قال لي: بصي، بقولك ايه، الشقة هنا ما بقتش تنفع، احنا عايزين نطور نفسنا، انا دلوقتي بقيت صاحب محلات. قلت له: يعني ايه والشقة مالها؟ قال لي: يا ستي حلوة وكل حاجة ومقضيانا عشان احنا لوحدنا، بس دلوقتي في ناس كتير قوي بتحاول ان هي تطور نفسها، احنا هناخد شقة جديدة في مكان جديد، بس تكون ايه حاجة كده كلاس شوية، يعني ايه حاجة محترمة وشيك وعمارة كده اتحاد ملاك بدل البيت القديم المهكع ده. قلت له: دلوقتي بقيت بتتمرد، يعني بتتمرد على البيت؟ قال لي: والله ما قصدي يا ستي، ايه رأيك؟ المهم قلت له: والله فكرة حلوة، بس انا هسيب اخويا. قال لي: لا، ما هو اخوك هو كمان هيعمل كده. قلت له: انت ايش عرفك؟ ده اخويا ما قاليش. قال لي: انا عارف وانا كمان بصراحة ليا دماغ في كده. بصي بقولك على حاجة، احنا يا ستي هنبيع نصيبنا هنا وسيبك من اخوكي،
هنبيع نصيبنا اللي هو الشقة بتاعتك وهناخدها نحطها في شقة من دول، والباقي هيبقى أقساط ندفعها كل شهر. أي نعم بتبقى حرقة شوية، بس إن شاء الله بإذن الله الشغل هيسد. قلت والله اللي تشوفه، أكيد الواحد ما يكرهش النظافة، وهو الواحد يمشي من المنطقة دي. ساعتها افتكرت كلام جارتي وقلت فعلا دي منطقة زبالة، باصين لبعض ومركزين مع بعض، كل واحدة من الجيران تعرف انت أكلت ايه وشربت ايه من زبالتك، لابسة ايه واشتريتي ايه من الغسيل اللي انت منشراه بنقص العيشة دي. وفعلا بعدها عرفت ان اخويا ومراته بيفكروا بنفس الطريقة. وساعتها اخويا قال جوزي طالما انت عندك النية انا هبيع البيت، ويا سيدي انا عن نفسي مسامح وهنقسم تمنه بالنص، يعني انت تاخد تمن الشقة وانا كمان شقة، وكل واحد فينا يحطها، وبرضه نبقى جيران، وانا مقدرش استغنى عن اختي ولا ابعد عنها خالص. وساعتها انا فرحت قوي وحسيت ان برضه حياتي هتتغير، وقلت يمكن لما نغير العتبة ربنا يكرمني واحبل. لان انا لما رحت للدكتور عرفت ان انا عندي شوية مشاكل بسيطة، وكان عندي تكيسات، واضطريت ان انا طبعا اخد علاج، والعلاج ده عبارة عن منع حمل، وبعد كده هاخد علاج تاني ودنيا بقى. فقلت بس الموضوع هياخد وقت. حاولت ان انا اسهي نفسي بقى في الحاجات دي. فعلا جبنا الشقتين ودفعنا المقدمات ومضينا الشيكات، ونقلت انا واخويا ورحنا لمنطقة تانية خالص احسن بالنسبة لي كتير قوي عن المنطقة القديمة اللي احنا كنا قاعدين فيها. واحنا بننقل عرفت ان مرات اخويا حامل. شلت معاها كل حاجة، كنت انا اللي بعمل لها كل شيء في النقل، وجبنا كام واحد كده وواحدة يساعدونا علشان الفرش واللازم منه. وبصراحة كنت فرحانة لها والله من قلبي، رغم ان انا اللي كنت بسعى على الخلفة، وكنت يعني هتجنن كده على حتة عيل، عايزة بس ربنا يعني لسه ما كانش يعني اراد ان انا اخلف علشان العلاج. وهي ربنا كرمها وكانت حامل طول فترة الحمل، وانا شايلها ومراعياها واخدة بالي منها لحد ما ربنا كرمها وخلفت بنت زي القمر، طالعة شبهها الخالق الناطق، بنت حلوة قوي قوي قوي. بقيت فرحانة بيها وكأنها بنتي بالظبط، اقعد ارضعها واشيلها وهي تبصلي كده وتضحك وتقولي انت فعلا كنت محتاجة تخلفي، ده انت البنت هتتجنن عليكي. هقولها يا ستي انا بحبها ما تشغليش بالك، سيبيها لي والله العظيم ولا تشغلي بالك بيها وانا اللي هربيها لك. يجي جوزي وانا شايله البنت وتقول له شايف مراتك بتحب البنت ازاي وقلبها عليها؟ يقول لها اه طبعا مش بنت اخوها يبقى زي بنتها برضه، مفيش مشكله ومفيش فرق بينا ولا ايه؟ ويقعدوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. في عز ده ابتديت احس بس من ناحيتهم بحاجه غريبه فعلا، يعني نظراتهم مش قد كده. مرات اخويا بتقعد قدام جوزي بلبس بيبقى هينطق عليها، والبت بيضة وحلوة وزي القشطة. مش عارفة نظراته كده مش مريحاني، وزي ما يكون بيغير عليها لما جوزها يقعد يهزر معاها ولا يقعد يقول لها كلام دلع وهزار. انا بحس ان جوزي عروقه هتفط من وشه كده، بيبقى وشه احمر كده وزي ما يكون واحد قاعد كاتم غيظه. ابتديت اركز معاهم واحس ان في تفاصيل بتحصل من ورايا فعلا زي ما كانت جارتي قايلالي، وانا ما صدقتهاش. بس بعدها في فترة قعدت اقول لنفسي يا بنتي لا ما تدخليش الشيطان وتخلي الشيطان يركبك، دي مرات اخوكي كويسة وجوزك يعني يتحط على الجرح يطيب، مش معقولة يعملوا كده، ده احنا فتحنا بيوتنا ليهم ويعني واتجوزونا. دي مرات اخويا اتجوزت من غير ما تجيب حاجة، وكمان جوزي اخويا مساعده في موضوع الشقة، لا مش معقول هيبقوا واطيين واندال قوي كده. وبعدين ده انا اخويا ده قمر 14 وطيب وحنين ويتمنى الرضا يرضى كده اللي هي مراته، بيموت فيها وبيعشقها بجد. مراته دي لو عايزة ايه نجمة من السما اخويا يجيبها لها، وبيعشقها وبيموت في التراب اللي هي بتجري عليه. ومن ساعة ما اتجوزوا وهم كويسين مع بعض، عمره ما اشتكى منها ولا اي حاجة. المهم عدت الايام وانا مش شاغلة بالي بموضوع الخلفة ده، وحط عيني في وسط راسي بسبب مرات اخويا وجوزي.
شوية أشك فيهم وشوية أطمن نفسي، وهكذا لحد ما عدى 3 4 سنين. وجه خبر، أسعد خبر في حياتي، عرفت إن أنا حامل. ساعتها ما كنتش مصدقة نفسي من الفرحة، عملت هيصة وزمبليطة، كله بقى يبارك لي وكله بقى فرحان لي. واخويا ساعتها قال لي: ياه والله كانت فرحتي ناقصة علشان انتي اختي ما كنتيش حامل، وانا عارف ان الموضوع ده حاطاه في دماغك. باذن الله باذن الله ربنا يرضيكي. وانا بقى الفرحة مش سايعاني. الوحيد اللي ما كنتش بحس ان هو مبسوط من قلبه فعلا هو محمد جوزي، ومرات اخويا برضه. الموضوع ده خلاني ازداد حيرة واقعد افكر، هما ليه مش فرحانين لي جامد؟ وليه جوزي مش شاغل باله كده؟ مثلا قال لي اجي معاكي عند الدكتور وافرح كده بالعيل واشوفه في السونار زي ما اخويا عامل يعني، ولا اي حاجة من دي. واللي انا كنت فرحانة، وانا اللي كنت مبسوطة، وانا اللي كنت بجري بنفسي، وانا اللي اهتميت بنفسي. حتى مرات اخويا عمرها ما قعدت معايا ولا شالتني في اي حاجة. مرة على مرة أخدت بالي إن جوزي جاي من شقة أخويا، وأخويا ما بيكونش هناك. وأسأله: ما أنت كنت بتعمل إيه هناك؟ يقولي: لأ ده أنا كنت بشوف أخوكي بس ما لقيتوش. قلتله: طب ما أنت عارف إن هو ما بيبقاش هنا دلوقتي، ولا أنت يعني ما فيش تليفون؟ يقولي: مالك في إيه؟ أنت هتغيري ولا إيه؟ ده أنت ما عملتهاش من زمان يا شيخة، جاية تغيري دلوقتي؟ دي مرات أخوكي دي تعتبر أختي. أختك؟ آه بجد أنا باعزّها زي أختي. وبعدين ما فيش فرق بيننا، وأنتِ عارفة إن إحنا أهل من يوم ما دخلت بيتكم، واللي بيننا خارج. قُلت له: ماشي. لحد ما جه في يوم وكنت أنا نايمة تعبانة أوي، أوي، أوي. اليوم ده كنت داخلة خلاص على ولادة، لقيت جوزي بيتكلم في التليفون بوشوشة، ولمّا قُمت قفل التليفون بسرعة، وراح عامل نفسه إن هو كان بيشرب مَيّة وجاي علشان ينام. ساعتها قعدت أفكر وقلت له: هو أنت كنت بتكلم مين؟ قال لي: ما كنتش بكلم حد. عارفين لو كان قال لي أنا كنت بتكلم في التليفون ما كنتش هشك فيه، بس لما قال لي ما كنتش بكلم حد، ساعتها أنا بقى دماغي لفت كده مني. بس تعبت ورحت المستشفى وولدت وجبت ابني، أجمل حاجة في حياتي كلها، ابني اللي أنا كنت مستنياه العمر ده كله. واتسحلت معاه ونسيت خالص موضوع جوزي ومرات أخويا. وبرضه بنت اللذينة لا شالتني ولا قعدت بيا ولا أي حاجة. شوية الحاجات دي بتبين برضه اللي في قلوب الناس بجد يعني. بس أنا كنت هبلة ومعمية، مركزة بس في حياتي وخلاص، ومركزة في اللي أنا فيه. بعدها بشوية ويدوب صلبت طولي كده، وكنت نايمة في يوم مقتولة وتعبانة. لقيت موبايل جوزي بيرن في وقت كان متأخر، فلقيتها رسالة. فتحت التليفون بصباعه وشفت المصيبة، رسايل من الست مرات أخويا، بعتله فيها: وحشني أوي، مش قادرة على بعدك يوم واحد، وكان لازم يعني تسيبني علشان شغلك النهاردة، يعني البضاعة كانت أهم مني. وبعتله صورتها وهي لابسة حتة قميص نوم هينطق عليها، وبتقوله: مش هسيبك بكرة، لازم تعوضني عن الليلة بتاعت النهاردة. أول ما شفت الكلام ده جسمي كله تلج، وحسيت بجد إن أنا هموت، مش قادرة أستوعب. يخرب بيوتكم، ايه اللي أنا شايفاه ده؟ رسايل كلها قلة أدب وكلها نوم وزفت على دماغهم. يعني الموضوع مش موضوع كلام، لأ ده علاقة من زمان قوي، حب. يا ترى بيشتغلونا بقالهم قد ايه؟ يا ترى بقالهم قد ايه بيعملوا كده مع بعض؟ وازاي انا ما خدتش بالي من كل ده؟ ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ ليه ما ركزتش لما الست قالت لي؟ وكنت مستعجلة على الخلفة ليه من واحد زي ده طالما كان فيه شك من الأول؟ ما كنت ركزت وعرفت قبل ما أخلف منه، كان زماني على الأقل لو في حاجة خلاص مش مشكلة. لكن اللي منه لله، صحيته من النوم وقلت له: قوم، قوم كده واتعدل وفوق لي كده. قام وهو مش عارف يرد عليا ومش قادر وتعبان. قلت له: قوم. قام وقال لي: في ايه؟ مالك في ايه؟ رحت هبدأ بالتليفون في وشه، وساعتها شاف الرسايل، وشه راح لون وجه لون.
لسه طبعا هيرد. قلت له بقول لك ايه، مش محتاج رد. انت عارف لو اخويا عرف هيعمل فيك ايه؟ ده هيقتلك. وانت كمان، ده هو بيحبك زي اخوه، ازاي تعمل فينا كده؟ هن عليكم ازاي انتوا الاتنين مع بعض في القرف ده من امتى؟ وازاي قدرت ان انت تعمل فينا كده بعد كل ده؟ وبنت الجزمة دي اخويا بيموت فيها، والله العظيم اخويا لو عرف لا يقتلك. ده انت عارف ان هو بيموت في التراب اللي هي بتمشي عليه. صوتت وانهارت وعيطت وعملت كل حاجة. محمد خد بعضه ومشي واختفى خالص من حياتي، ساب كل حاجة وساب الجمل بمحمد زي ما بيقولوا كده. خاف على نفسه لأنه هو عارف كويس قوي إن أخويا فعلا بيموت في مراته وممكن يعمل فيه حاجة. وأنا شلت الهم، لسه والدة ابني ومحتاجة علاج ولبن وحاجات. ما بقتش عارفة أقول لأخويا إيه ولا عارفة أنطق. خايفة على أخويا وخايفة يعمل حاجة ويروح مني وأبقى خسرت كل حاجة. ما فهمتوش طبعا حاجة، كل اللي قلته له ان محمد سافر. طب يا بنتي راح فين؟ اقول له معرفش، اصل احنا اتعاركنا مع بعض. يا اخويا ما تشغلش بالك، يلا كل واحد بياخد نصيبه. طب ايه اللي حصل؟ اقول له مفيش. طب سابك؟ طب هو طلقك؟ اقول له لا مفيش حاجة. وفضلت ساكتة وخايفة، خايفة ان انا اتكلم وخايفة انطق. بس بعد كده بقيت مش عارفة اصرف منين واجيب منين. ماليش عين خالص ان انا اقول لاخويا على اي حاجة. مش عايزة اشيله حمل فوق حمله. كفاية قوي مصاريف الست اللي بجد ما كنتش طايقة ابص في وشها من اليوم ده. بس برضه فضلت مخبية السر ده في قلبي وشايلاه. ما كنتش بتعامل معاها، وطبعا اكيد هي عارفة ومتأكدة انا ما بتعاملش معاها ليه. وهي كمان حاولت تبخ في ودان اخويا شوية كلام علشان يشيل مني. بس اخويا ما كانش بيعمل كده. كان كل يوم يجي ويسألني عايزة حاجة؟ طب قوليلي يا بنتي إذا كنت انت محتاجة أي حاجة. أقول له لأ مفيش ومش عايزة حاجة. وكانت بتنتفه كل شوية تطلب طلبات أشكال والوان. قلت أنا لازم أعمل حاجة وأعتمد على نفسي، مش عايزة أخد من أخويا حاجة، خصوصا إحساس الذنب اللي جوايا وإن هو عايش مع واحدة زي دي. صدقوني كنت بحاول أتهرب من أخويا لما يجي يقعد معايا شوية، ومش عارفة أكلمه كويس، مش عارفة عيني تيجي في عينه، مش عارفة لساني يخاطب لسانه وأنا مخبية عليه سر كبير زي ده. على الأقل كان محتاج يعرف إن مراته اللي هو شايلها وصاينها لعمر ده كله حاططها في عينه بتخونه. ومش بس الفترة دي كانت صعبة قوي عليا. ما كنتش عارفة أعمل إيه بالظبط لحد ما ركزت في موضوع الدكان والمحل بتاع محمد اللي مليان بضاعة وعايزة تتباع، وغير كده في فلوس عايزة تندفع. فقلت بدل ما الناس ييجوا ياخدوا فلوس والحاجات اللي اتباعت ويشيلوا الدكان كمان ويفضوه، احاول استغله واشتغل. ونزلت فتحت وانا شايلة ابني على ايديا، محتاجة حاجات كتير والعيال الصغيرة كل شوية تتعب. ابني جايلي في توقيت صعب قوي، عمري ما تخيلت ان انا اتحط في الموقف ده. فساعتها طبعا قررت ان انا اشتغل زي ما قلتلكم. بس يا دوبك فتحت من هنا والراجل بتاع الهدوم ده كل شوية يجيلي من هنا، ولقيت وصولات أمانة وفلوس. أنا مش عارفة جوزي كان بيعمل الحاجات دي ازاي. بتاع 50,000 جنيه محتاجين يدفعوا. طب ازاي؟ دي بضاعة اتباعت. طب هي فين فلوس البضاعة؟ مش لاقية ولا مليم في قلب المحل. ومعرفش أي حاجة عن جوزي. وطبعا لو حتى معاه فيزا ولا حاجة فأكيد خدها معاه. يخرب بيتك، طب أنا هعمل ايه؟ القسط بتاع الشقة عايز يندفع. ما فكرش يبعتلي اي حاجة. معرفش راح فين واختفى فين. ولقيتهم برضو بيكلموني على القسط بتاع الشقة وبقيت هتجنن، بقيت هموت مش عارفة اعمل ايه. لحد ما لقيت الراجل اللي هو المفروض جوزي كان بيسحب منه الشغل. راجل نظراته مقرفة وشكله ما هوش عاطفي خالص، وعنده بتاع 50 سنة. جاي عليا وبيقولي جرى ايه؟ انت مش ناوية بقى تدفعي اي حاجة كده من اللي عليكي؟ انا قلت برضو كتر خيرها اللي هي واقفة على رجليها، اسيبها لما تعدي يعني من صدمة جوزها. بس كده كتير قوي، شهرين عدوا اهو. قلت له طب وانت عايزني في شهرين اعمل ايه؟ ولاحظ ان انا ما بفهمش في الشغل برضو، يعني لسه. قال لي طيب بصي،
علشان أسيبك تشتغلي وأخلي البضاعة زي ما هي يا ستي، ومش مش مشكلة إن انتي لما تبيعي تسددي، وده هيشيل ده ومش عارفة ايه، ويعمل لي البحر طحينة، والوصولات اللي معايا دي محتاجة تتبدل بوصولات منك. انتي جوزك أصلا مش هنا، يبقى أنا أسيب البضاعة على أساس ايه؟ فأنا ساعتها كنت شايفة إن دي لقمة عيش حلوة، فقلت له ماشي من غير ما أفهم ولا أفكر، ومضيت أنا الوصولات اللي كان المفروض جوزي ماضي عليها بتاع 550 ألف، وقلت هشتغل وربنا يسهل. ومضيت من هنا، والراجل ده استلمني من هنا تليفونات تليفونات، وكل شوية يكلمني في التليفون ويسأل هعمل ايه بطريقة غريبة قوي، لحد ما جالي في يوم المحل. قلت له حرام عليك بقى، سيبني اركز شوية علشان افتح مخي وافهم. راح قايل لي ساعتها ايه بقى؟ قال لي طب انتي هتحيري نفسك ليه؟ ما انتي في ايدك الحل. قلت له ما انا هتعلم اكيد، وانت بقى ايه يعني، يا ريت يعني لو تصبر عليا شوية. قال لي والله العظيم انتي مش بتفهمي شكلك، مش هتمشي في السوق، بقولك في ايدك الحل. تتعبي نفسك ليه وتدوخي نفسك ليه؟ انت لو عايزة اللي يقف معاكي ويساعدك ويجيبلك اللي انت عايزاه كله، ويراعيكي ويراعي عيلك ويسددلك الديون اللي عليكي ويخليكي تاكلي الشهد في ايديكي. قلت له ده ايه اللي هيعمل لي كل الحاجات دي؟ قال لي انت يا قمر. قلت له انا ازاي وايه اللي يخلي حد يعمل لي كل ده؟ قال لي والله صاحب النظر يفهم. قلت له لا انا مش فاهمة. قال لي يعني فيها ايه يعني لما نقعد مع بعض الحبة، ومرة واتنين وتلاتة واربعة وانا افهمك. قلت له وانت علشان خاطر الحبة اللي هتقعدهم دول تدفع كل الفلوس دي؟ قال لي واكتر من كده، دي ساعة الأنس ما تتعوضش، وقعدة الهنا ومعرفش ايه وكلام غريب. هي الرجالة هبلة قوي كده؟ ساعتها قعدت اقول معقولة يعني الراجل علشان يقعد معايا شوية يدفع لي كل الفلوس دي ويشيل عني الحمل ده كله؟ قال لي هو اكل ولا بحلقة؟ انا يا ست راضي، وانت مالك، انا عاجبني. وبعدين الجمال ده ممكن يدفع فيه كتير قوي. هو انت مستقلية نفسك كده ليه؟ ده انت قمر، ولا انت ما بتبصيش في المراية؟ فبصيت على نفسي كده قلت له يعني مش للدرجة دي، ولا هو اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره؟ الناس دي مش عارفة تودي فلوسها فين. عدت عليا الأيام وأنا محتارة وخايفة ومرعوبة، وحاسة إن أنا عايزة أطمن يعني عايزة أطمن بقرشي، يعني عايزة إن أنا أقف على رجلي، عايزة أقول للناس كلها إن أنا عرفت أكمل بعد جوزي ما مشي وسابني. وفي نفس الوقت مش عايزة أي حاجة من أخويا. محدش فاهم دماغي كانت ماشية إزاي. حتى أنا نفسي لغاية دلوقتي مش عارفة أنا دخلت في القصص دي إزاي. المهم لما الراجل ده قال لي الكلمتين بتوعه دول ما طولتش كتير في إيديه، وعرف يجيبني صح وعمل لي عزومة. وساعتها رحت أنا وابني على إيديا، رحت له في شقته، كان شكلها غريب كده وريحتها قرف. ودخلت لقيته عامل قاعدة كده زي الناس اللي بيجوا في التلفزيون، معسل وجوزة وي وي وحاجات من دي مستنيني. دخلت اوضه النوم لقيته مجهز لي قميص وحركات، وقال لي البسي اللي انت عايزاه واطلعي لي. قلت له طيب والولا؟ قال لي انا مش زعلان من حاجه، نيمي يا ست براحتك. نيمت ابني وبقيت ببصله كده وهو نايم زي الملاك بريء، مش فاهم حاجه، مش فاهم امه جايباه هنا ليه ولا علشان يعمل ايه. كان صعبان عليا قوي وحصل اللي حصل، وكانت اول مره صعبه وتقيله على قلبي. كل مرة الراجل كان بيقرب مني، ولا شفايفه بتلمسني ولا ايده، كنت بحس ان انا جسمي كله بيلف كده على بعضه. كنت ببقى قرفانة، عمري ما حسيت بشهوة ولا لهفة ولا حسيت بمتعة ولا اي حاجة خالص. كنت ببيع نفسي وبستحمل واقعد واجز على نفسي كده وانا قرفانة علشان الفلوس، لحد ما اتعودت ان كل واحد يمسك حتة في جسمي عادي، ان يحط ايده على جسمي ما يتكهربش. خلاص بقيت واخدة عليهم. والموضوع ده ما حصلش مع الراجل ده بس، لأ، ده حصل مع ناس كتير تابعة ليه وبرضه في نفس المكان.
وأوقات كنت بروح أماكن تانية ما كنتش باخد فلوس في إيدي، كنت بخلص في تمن البضاعة. وبالصدفة عرفت إن المحل ده كان محمد اشتراه، يعني كان محل مش كبير بس كان في حتة كويسة. قلت طب كويس اديني طلعت بحاجة منه. بس ساعتها كنت خلاص اتعودت واستسهلت زي ما بيقولوا، ما فكرتش مثلا ان انا ابيع المحل واعمل اي مصلحة تانية في اي حاجة او ان انا ابقى حرة نفسي بجد. لا، فضلت كده اهوت في بضاعة وادفع تمنها من جسمي ومن الليالي اللي انا بسهرها فيها مع الرجالة، لحد ما في يوم مرة من الراجل ده اقترح عليا اقتراح وبرضه وافقت. الشيطان وحش قوي يا جماعة. اقترح عليا ان هما هيبقوا اتنين تلاتة مع بعض، وساعتها قال لي بصي، ما تعرفيش بقى احنا هنعمل لك ايه، بس اهم حاجة تدلعينا وتظبطينا، والوقت ده ما تقولناش على اي حاجة، لا يعني اللي نقولك عليه يتعمل واحنا مع بعض.